الصيام هام جدا لصحة الإنسان خاصة المناعة. فلسفة الصيام بقى كمان تبدأ إن أنا مش معقولة أقعد آكل ليل نهار، مش معقولة أقعد آكل 12 شهر ولا طول الأسبوع ولا طول اليوم. عشان كده ما بناكلش وإحنا نايمين. برافو، احنا ما بناكلش واحنا نايمين فعلا. ده محتاج بقى ان انا اريح الجهاز الهضمي شويه، بس اول ما بقوم من النوم لازم اكل تاني. بدخل الاكل نمره واحد، بدخل معاه ميكروبات، بدخل معاه كيمياء، سموم، بحيث ان انا طول السنه اصبح عندي في مواد تتراكم داخل جسدي. وتقريبا في انسان العصر الحديث عندنا من 600 الى 800 ماده متراكمه في داخل جسدي، خاصه في الدهون. يعني الدهنه بتاعتي فيها سموم جت طول السنه متراكمه معايا. لو ما عنديش فتره صيانه هيبقى عندي سموم تتراكم تعمل لي مشاكل، تزود لي ما يسمى الشوارد الحره، تزود لي ميلي اكتر للامراض المزمنه زي السرطانات، زي الالتهابات المزمنه، زي الحساسيات، زي نقص المناعه، زي الضغط والسكر والامراض الحديثه اللي ميز الانسان في العصر الحديث. يعني معنى كده ان الصيام بيقوي جهاز المناعة. وعشان كده الصيام فرض على جميع الديانات السماوية. مش بس كده، الصيام أيضا موجود في جميع الكائنات الحية. هناك ناس عارفة البيات الشتوي وعارفة أن الحشرات بتدخل في البيات الشتوي، بس كمان في كمان البيات الصيفي. التمساح عنده بيات الصيفي، أسماك السلمون بتصوم شهور وهي ماشية في رحلتها من المحيط إلى الأنهار العذبة. الضفادع بتصوم، السنجاب بيصوم وياكل كل 5 أيام، دودة الأز بتصوم، الشرنقة دي صيام تقعد أسبوعين تطلع منها الدودة سليمة ومتعافية. مش بس كده، وجدوا كمان في البعض يقول لك طب انا لما اصوم، يعني للاسف بقى احنا البعض نتعود عليه يقول لك ايه، انا لما اصوم هيبقى الموظفين مش هيروحوا الشغل، او خلي 50%، او ان احنا مش هنروح بدل ما نشتغل 8 ساعات نشتغل ساعتين. يقول لك اصل انا لو اشتغلت هتعب، لو انا اشتغلت عضلاتي. هي درسنا الناس الحته دي. فعلا واخدة فكرة سلبية عن الصيام ان هو هيأثر بشكل سلبي على الجهاز الهضمي. طب شوفي بقى، انا حضرتك انا في حياتي بشكل عام امارس الرياضه طول السنه، واكثر من ممارسه الرياضه في فصل رمضان خلال صيام. شفت ازاي بقى؟ بس عشان اكيد عشان ايه قبل بقى؟ الفطار ولا بعد الفطار؟ قبل الفطار. فعلا. عشان ايه بقى؟ عايز اعرق، عشان عايز اعرق كتير، عشان افقد سعرات حراريه كتير، عشان اتخلص من السموم اللي انا عرفت انها 800 قاعده فيا. يبقى انا قبل الفطار، يعني قبل الفطار من العصر المغرب، يبقى عندي رياضه وبتعب وبعرق وسعيد جدا واخر انبساط. حاجه ثانيه بقى، درسوا العلاقه بين الصيام والعضلات. هل فعلا بتاثر على العضلات؟ عايزين بقى نشوف الناس هتتعب ولا لا. بتأثر على العضلات؟ لا، بتأثرش. دي بتفيد العضلات، بتفيد العضلات. وراحوا جابوا الدبه السوداء القطبيه والدبه البيضاء. دي واحده بتصوم حوالي 130 يوم والثانيه بتصوم 180 يوم، وتدفن داخل الجبل في الثلج، بتصوم صوم تام، ولا بتاكل ولا بتشرب ولا بتعمل اي حاجه، نايمه جوه الثلج. تطلع بعد كده يقيسوا عضلاتها اكثر قوه واكثر صحه، والعضلات جميله ومفيش اي حاجه.